الحشاشين الجزء الثاني وليس الاخير. بصوا يا جماعه، العمل ده واخد بروباجندا كتيره قوي من الناس. في ناس حابه العمل جدا، وفي ناس كارهه العمل جدا. في ناس حاسه ان الموضوع اوفر، وفي ناس حاسه ان الموضوع مش اوفر. يعني اتمنى بس عشان انا متاكد ان صناع العمل هيتفرجوا على الحلقه دي، يعني اكتبوا لنا كده كومنتات بسرعه، قول لنا انت من انهي فئه. بس تعالوا نتكلم كده بطريقه حياديه عن المسلسل ده بالذات المعركة، لأن بصراحة أنا بالنسبة لي من أول ما المعركة اشتغلت وأنا حسيت إن ياه هو ده المسلسل اللي أنا مستنيه. يعني إحنا كده ماشيين على التراك الصح، لأن بصراحة هي غيرت شكل وإيقاع المسلسل تماما، ودته في حتة تانية خالص. أنا كنت وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن أنا هتكلم على مسلسل الحشاشين كذا مرة، لأن بصراحة واضح إن العمل قوي لدرجه انه يستحق انه يتعمل عليه حلقه واثنين وثلاثه واربعه. مليان تفاصيل ومليان مذاكره ليا انا شخصيا. يعني المسلسل فيه حاجات كتيره قوي اول مره بشوفها كده. حتى الحاجات الوحشه اول مره بشوفها كده، زي اللغه مثلا، مع ان انا في الحلقه اللي فاتت قلت ان انا حابب جدا اللغه، بس هنتكلم عنها في الحلقه دي. بس مثلا لما تيجي تتكلم على حلقه معركه الليل، احنا محتاجين نقف شويه. لما نتكلم على حاجات حصلت في الحلقات اللي فاتت، عشان برضو حرام الحلقات اللي فاتت كان فيها حاجات كويسه، محتاجين نقف شويه. نلبس ده بقى ايها الساده، احنا في حضره مسلسل محترم. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مش توتوريال. لو انت بتتفرج عليا لاول مره فانا اسمي مصطفى صلاح، مشرف فيلم اديتور، ودي القناه بتاعتي. اتمنى ان انت تكون من المحظوظين اللي شافوا الحلقه اللي فاتت بتاعه الحشاشين، عشان في حاجات كتيره قوي قلناها اعتقد فرقت، واعتقد خلتكم تستمتعوا بالمسلسل بشكل معين. في حاجات طبعا كانت برضو غلط، لان انا كنت مش عارف هو هيمشي زي اللعبه ولا هيمشي في انهي اتجاه، ولا هيحكي لنا حكايه حسن الصباح. ولكن انا حاولت اديكم كده معلومه عامه عن مين الحشاشين دول وايه الموضوع بتاعهم، واللعب كانت بتجيبهم لنا ازاي وبطريقه عامله ازاي. فده معناه ان انت لازم برضو تشوف الحلقه اللي فاتت، ضروري جدا، علشان في حاجات هتربطها مع الحلقه دي. تعالوا كده ندخل في الموضوع على طول ونتكلم على سلبيات العمل. ليه انا هبتدي بالسلبيات؟ انا هبتدي بالسلبيات عشان هي بصراحه بالنسبه لي انا شخصيا هي لا تذكر. عارف لما واحد يبقى داخل الامتحان بس هو جاب 94 او 95%، انا مش هركز على ال 5% اللي راحوا بصراحه، مش هجلده عليهم، لان في 95% لا معمولين صح ومعمولين بحرفنه ومعمولين بطريقه فعلا جديده وفعلا مختلفه. انا وكتير من الناس اللي اتفرجت على المسلسل بصراحه حسينا بملل ما يعلم به الا ربنا اول 7 حلقات. يعني انا لسه النهارده والله كنت بتكلم مع مخرج صاحبي بدون ذكر اسماء، يعني فبيقول لي هو مش فاضي ان هو يتفرج على حاجات قوي وبتاع، فبيقول لي انت ايه رايك نتفرج على ايه؟ فقلت له اتفرج على الحشاشين بس استحمل اول 7 حلقات. راح جاي بص لي كده ومخضوض قوي، قال لي اول 7 حلقات؟ قلت له يعني بصراحه اول 7 حلقات معرفش بيتفرش فرشه زياده عن اللزوم، ممكن نعرف سبب ده في الحلقه ال30. بس اول 7 حلقات بالنسبه لي في مماطله في الاحداث زياده عن اللزوم. يعني خلاص يلا دخلني في الحدث المهم على طول. ممكن اول 7 حلقات دول تروح جاي لضمهم في 3 حلقات واعملهم 3 حلقات دسمه، فيبقى الموضوع احلى. الله اعلم ايه اللي حصل. انا ما بحبش الناس اللي بتقعد تحط رجل على رجل وتقعد تنظر وتقعد تتفلسف. يا جماعه الله اعلم ايه اللي حصل، الله اعلم الكلاينت عايزيه ولا المنتج عايزيه ولا التلفزيون عايزيه ولا الموضوع ولا اللي عملنا كده. There's a lot of stories behind. فانا ما بحبش ابقى زي الناس اللي قاعده كده بتنظر والله الحلقات فيها مماطله شديده جدا وشد للايقاع وحماده بالبتنجان. يا عم خلص. بس انا حاسس ان ذكاء الكرو ده هو ال7 حلقات الطوال زياده عن اللزوم دول هيبقى ليهم موقع من الاعراب في الحلقات الاخيره. يعني هو عايز يفهمك كونسبتس معينه كويس قوي، علشان وهو بيقفل معاك الحدوته تبقى مجمع، تبقى فاهم ات ميك سنس، بسبب كذا حصل كذا، بسبب كذا حصل كذا، بسبب كذا حصل كذا. خلينا نتفرج. النقطه الثانيه وهي النقطه اللي عملت ضجه كبيره جدا في المسلسل، هل المسلسل مستند على احداث تاريخيه حقيقيه ولا لا؟ ودي خناقه لرب السما حصلت على السوشيال ميديا. لكن بيتر ميمي طلع نصا بيقول مبدئيا المسلسل من وحي التاريخ، وده مكتوب نصا في التترات، يعني مش وثيقة تاريخية لحدث معين. واستند على كلامه ان المخرج تارانتينو مثلا لما قتل هتلر في السينما ما كانش حقيقي، هتلر ما ماتش محروق، مش ده اللي حصل. او نابليون اللي احنا شفناه مش ده نابليون الحقيقي. فهو شايف ان هو بيبني قصة خيال علمي بس في حقبة زمنية حقيقية حصلت، وكان في مراجعة للديكور واللبس والشكل الدرامي نفسه في الحقبة الزمنية دي عامل ازاي. وطبعا يا جماعه احقاقا للحق المجهود باين.
يعني بصراحه المسلسل ما فيهوش غلطه، ولا ارت دايركشن ولا ملابس ولا ميك اب، يعني كل حاجه لذيذه. شويه فيلرز بس كده صغيرين في شفايف الممثلين، بس انا عارف ان مش هتتحل، ان انا لازم اعمل كده واضرب فيلر وبوتكس عشان ابقى كويسه. بس لما تيجي تتفرج على جيم اوف ثرونز، تيجي تتفرج على اي مسلسل تاريخي، تلاقي عادي ان الممثلين بيطلعوا مبهدلين، بس دي حاجه في الثقافه العربيه للاسف مش هنعرف نغيرها يعني. ولكن اوفر اول الملابس، الميك اب، الديكور، كل حاجه مظبوطه 100%. وبيتر اصر ان هو يقول ان هو عايز يعمل عمل ما شفناهوش قبل كده، وما يكونش شبه افلام او مسلسلات عالميه. تمام، مش حكايتنا. طيب هل الكلام ده صح؟ صح، ومسموح بيه في الاخراج. من حقك ان انت تدخل جوه اي حقبه تاريخيه معينه وتخلق دراما جواها، يعني طول ما انت ما بتتعارضش مع التاريخ في حاجه. هقول لكم على نقطه وانا عارف ان الناس هتهاجمني فيها. بصراحه انت من حقك كمان كمخرج يعني ان انت تعرض وجهه نظرك في التاريخ. يعني لو انت شايف ان صلاح الدين شرير، انت تقدر تعمل فيلم بيتكلم عن ده. انا عارف ان دي نقطه صداميه شويه، مش كل الناس هتتقبلها، ولكن دي حقيقه. هو الفن كده، انا من حقي ان انا اشوف ان ده شرير واعرض وجهه نظري لكده، وانت من حقك كمتفرج ان انت تتقبل ده او ترفضه. من حقك على فكره ان انت تشتم اللي عمل حاجه زي كده، ده حقك. بس هو كمان ممكن يعرض وجهه نظره، فبالتالي الحته دي شويه مسموح بيها جدا. والدليل على كده افلام عالميه اتعملت زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت. خش بقى في هوليوود وتكلم لي على الحرب العالميه الاولى والثانيه، وطلع لي لاينز دراما ما يعلم بيها الا ربنا، العسكري اللي امه ماتت والعسكري اللي خالته مش عارف عملت ايه، واحنا في اثناء الحرب ايه اللي حصل، وطلع لنا دراما ما يعلم بيها الا ربنا. فبالتالي هو حق مسموح. بس المهم دايما ان انت توضح دايما في العمل بتاعك ان دي وجهة نظر مش توثيق، والراجل عمل كده. انا من حقي ان انا في فيلم اقول ان بنت ملك فرعوني حبت خادم من الخدم. ده ما حصلش في التاريخ، بس انا اقول ان ده ما حصلش في التاريخ، ده من وحي خيالي، بس انا حبيت ابني لاين درامي في الحتة دي. ده حق، ده مهم ليكوا جدا الدرس ده في الاخراج. فبالتالي انا شايف ان كلام استاذ بيتر ميمي كان منطقي جدا. انا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت ان حدوته الحشاشين ملهاش مرجع معين، كل الكتب اتحرقت، يعني تبقى منها حاجات نادره جدا. يمكن اصح حاجه حصلت بالنسبه لموضوع الحشاشين هي الجيمز، السلاسل اللي نزلت، يمكن تقريبا هي دي اصح حاجه. وقلت لكم في الحلقه اللي فاتت ان الموضوع في ناس قالوا ان هو راجع لمرجع ديني، وفي ناس قالوا ان هو راجع لاغراض سياسيه، وفي ناس قالت ان هو بيزنس ديلز فور ماني. ايه يا جماعه، قتل مأجوره. وعلى فكره انا بميل للفكره دي، انا بميل لان الموضوع كان على قتل مأجور اكتر. بيربطهم عقيده كلهم مع بعض، يعني انا مش مصدق موضوع ان هم عقيده دينيه قوي لدرجه ان هم مسلمين، يعني مش قادر اصدق ده بصراحه. بس هم كانوا بيربطهم عقيده، بس في الاول وفي الاخر هم كانوا قتله مأجورين. الله اعلم، انا ما اعرفش، ما تدخلونيش في الحته دي، انا بستند كلامي على اللعبه، اهم لعبه حصلت. فبالتالي بيتر ميمي بقى الواضح لينا في الحلقات اللي فاتت كلها ان هو دخل جوه حدوته حسن الصباح نفسه، وتكوين الجماعه نفسهم. هو كونهم ازاي، وبنى المجتمع او الفكر ده ازاي، من القلعه للجواري للحشم للمستندات الدينيه لاستخدام النبات للوهم اللي هو معيشهم فيه طول الوقت بالكرامات اللي هو بيعملها. ولكن هو في الحقيقه ان هو راجل فيلسوف وذكي جدا، فبيعرف يلعب بالبيضه والحجر زي ما بنقول، فبيعرف يوهم. النقطه دي كان فيها نزاع. نيجي للنقطه السلبيه الثالثه وهي الاهم، وهي نقطه السيناريو، مش القصه، السيناريو. طيب ايه الفرق بسرعه بين القصه والسيناريو؟ عايز اقول لك ان القصه ان انا دلوقتي نازل رايح السوبر ماركت اشتري طلبات، فوانا هناك الفلوس وقعت مني، فاضطريت ان انا اسرق، فالبوليس جه فخدني، دخلت السجن. دي قصه. السيناريو والحوار هو وانا رايح للسوبر ماركت كنت راكب تاكسي، فانا راكب مع سواق التاكسي، سواق التاكسي كان مشغل اغنيه، فقلت له ما تقفلي الاغنيه دي عشان انا مش مركز. قال لي يا باشا انت مهموم ليه؟ قلت له والله انا مهموم عشان خالتي مش عارف عملت ايه. ده لا 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 لا. بعدين نزلني، اول ما نزلت قابلت بتاع الكاشير، فدخلت له فقلت له سلام عليكم، قال لي عليكم السلام، لو سمحت بعد اذنك عايز اشتري بلالين. ده السيناريو والحوار. فالمشكله مش في القصه، المشكله في السيناريو والحوار. عاملينه بالعاميه. قلت ان انا حابب جدا الفكره، وقلت ان من حق اي مخرج يختار اللغه اللي فاتت. راجع الحلقه السابقه، الانجليز لما بيجوا يعملوا تروي بيتكلموا انجليزي، والاتراك بيتكلموا تركي، فعادي جدا انا مسلسل مصري وعامل عمل مصري من حقي ان انا اتكلم بلهجتي عادي جدا. المشكله بقى انت مش قادر تفهم بقى اللهجه الجديده، هو مصري ولا فرعوني ولا تركي ولا سوري مدبلج، انت فين يا معلم؟ وأخيرا تلاقى الصحاب. السنين عدت
بس واضح ان القلوب ثابته في محبتها زي ما هي. طيب طالما القلوب بقى زي ما هي، يبقى اكيد العهود كمان زي ما هي. انت في انهي حته؟ انا مش إلي صالح لما باجي اتفرج كده بروح جاي سامع، يعني كل ما اسمع جمله بتنرفز. سلطان السلاطين المماليك المقدرم بيمسي عليك. ايه ده؟ طبعا هو مش حصل كده بالظبط، بس انا بدي مثال. اوكي، في شويه كلام كده لما تيجي تبص عليه هو مش راكب على بعضه. ومين صاحب قلعة ألمون؟ قلعة ألموت صاحبها أمير ديلاني، اشتراها من سنوات طويلة. طبعا كلكم والسيد عمر خيام كنتين، يعني حاجه بصراحه صعبه. تحس ان عمر خيام جاي من تويتر جري. انا مش زيكم، انا حر وعايز افضل حر. يعني فعلا كان في قلشه كده على الفيسبوك بيقول لك عمر خيام ده بتاع واين. يعني بصراحه مش ظابط معايا خالص. هل ظابط مع حد فيكم؟ واكتبوا لنا والنبي في الكومنتات يا جماعه، قولوا لنا يمكن انا اكون شايف غلط. الراجل كل ما بيتكلم بحس ان هو بيتكلم فرانكو، اقسم بالله. في حاجه غلط، فاهم؟ اللي هو حاسس ان هو مره يدخل يقول لك ايه القلش ده ماو، في حاجه مش مظبوطه. وللاسف الشديد الحاجات دي بتضيع من تفاصيل الدراما، يعني بتقفل اللي بيتفرج. ايه الاسباب وراها؟ الله اعلم، انا ما اعرفش. بيتهيألي كل اللي انا قلته ده السلبيات. اعتقد ان دي زي ما قلت لكم في الاول هي معادله الطالب اللي جايب 95%. كل اللي انا قلته ده ولا حاجه مقابل كل الايجابيات الجميله اللي بتحصل في المسلسل. اول نقطه وهي نقطه القصه. نقطه القصه انا مش عارف امسكها بصراحه، هي ايجابيات ولا سلبيات، بس انا شايف ان القصه بتروح من الحشاشين وبتندرج تحت حسن الصباح. فلسفه تكوينه للجماعه كانت عامله ازاي؟ فبالتالي انا واحد من الناس الاسم مسوحني، يعني انا متسوح مش مستني اتفرج على ده قوي. اوكي، وعلى فكره ارجع واقول عادي، انا من حقي ان انا اتكلم عن حقبه الفراعنه واتكلم عن جيش احمس مثلا، واسمي المسلسل بتاعي او اسمي الفيلم بتاعي المسافر. من حقي. انا بقى اتسوحت ان البتاع ده بتاع سفر، دي مشكلتي انا كمشاهد. بس ارجع واقول ان انا كنت متخيل انا كمصطفى يعني ان انا هتفرج على الحشاشين اكتر من حسن الصباح. بس المعادله لحد دلوقتي حسن الصباح بيتفوق. بعد اللي حصل في الحلقه 12 مش عايز احرق ايه اللي حصل عشان اللي لسه ما اتفرجش، يمكن بدات تقلب اساسنز شويه معايا، لان هما كده. هي الفكره كلها انا بكون جيش بروح الب بيه الناس التقال قوي اللي صعب الوصول اليهم وارجع تاني. فيمكن الاحداث هتتغير، خلينا نتفرج ويا رب تتغير. والنبي يا جماعه قولوا لي رايكم في النقطه اللي جايه دي كويس قوي، علشان انا هتكلم في نقطه كريم عبد العزيز، وده راي شخصي كده. بس انا بالنسبه لي كريم عبد العزيز ممثل رائع قوي جدا وحلو جدا وفت للدور جدا. بس انا كل ما بتفرج عليه بفتكر يحيى راشد في الفيل الازرق. حصيلة يومين بس في المستشفى، حققت مع صديق عمر متهم في جريمة قتل. يوم احتفال، مفيش تدريب ولا صيام. ملك شاه بسم وضع له من روحنا غيبا، ولله الحمد. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. مش عارف اشوف حسن الصباح، ما اعرفش ليه. مش عارف المشكله فين. هل المشكله من كتر ما احنا فيلم الفيل الازرق فيلم مهم قوي وحبيناه قوي وحبينا كريم عبد العزيز فيه قوي فاحنا ظالمينه، ولا هل فعلا استاذ كريم عبد العزيز مش عارف يقدم اضافه جديده لحسن الصباح؟ ما اعرفش. تفاصيل حسن الصباح بالنسبه لي هي نفس تفاصيل يحيى راشد في الفيل الازرق. هو حلو جدا، انا مش بنكر ده، بس في الاول وفي الاخر هو احسن واحد يعمل الدور ده بصراحه. يعني في كام مشهد كده طلع فيهم ابداع تمثيلي. يومكم بالنجوم، لأن في نورها بواقي كلامي مع الإمام، واغسلوا وشوشكم بندى النصر. تعالوا بقى نتكلم في النقطة الأجمل والأمتع وهي المتعة البصرية. مسلسل ممتع قوي بصريا يا جماعة. الكادرات يعني من أجمل ما يكون. اختيار العدسات، الزوايا، التفاصيل، المجاميع، توظيف الشخصيات اللي واقفة معاك في كل فريم لوح. يعني لوح في حاجات حلوة قوي. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم عليها وهي نقطة سماعيا، ساوند افكت وساوند ديزاين. مظبوط، تراكات ومزيك تخليك تقشعر وانت بتتفرج. صوت وائل الفاشني اول ما بيدخل من في الباك فوجل كده من تحت انت بتحس بقشعر. آن الأوان أن يدخل المختار حلم الجنة. فانت كده بسم الله الرحمن الرحيم سماعيا انت مبسوط ونظريا انت مبسوط. مفيش فريم مجلي معدي من قدامك. الارت دايركشن مش طبيعي. المهم يعني ايه كل اللي انا بقوله ده عادي الى ان اتت معركة الليل. لو انت واحد من الناس اللي بتتفرج على مسلسلات مصرية فمستني ان هو يتفرج على جيم اوف ثرونز او تروي او يتفرج على ملاحم جلاديتور او بريف هارت، لو انت من الناس القديمة شوية
اركن لي على جنب وما تضيعش وقتك وما تتفرجش اصلا على المسلسل الله يرضى عليك، عشان مصر عمرها ما هتوصل للمرحله دي. اركن، قدامنا كتير قوي علشان نوصل للمرحله دي، قدامنا ماديا، قدامنا فنيا، قدامنا انتاجيا، قدامنا حاجات كتير قوي، قدامنا من مشاهد اصلا بيتفرج على الحلقات مسروقه. في معادله كده يا جماعه مش هنوصل. فلو انت مستني ده وعمال تقارن العمل ده بحاجه زي كده، اركن على جنب وتمام. لما تيجي تتكلم على مشهد عظيم زي مشهد المعركه، اللي هو انا بالنسبه لي اصلا حول لي المسلسل كده من حته وداني لحته تانية خالص. المشهد ده يعني مونتاج، تصوير، في اف اكس، امتع المشاهد اللي انت ممكن تتفرج عليها. تعالوا كده نبتدي بالمشهد ده مونتاجيا ونتفرج بس على قطعات الوسايع، الضيقات، حركات الكاميرا او شكل القطات اللي موجوده. هتلاقي ان واضح ان في قطات كتيره قوي لمشاهد كتيره قوي عماله تحصل، شوت بيسلم شوت بيسلم شوت، يحسسك ان في 50,000 كاميرا، وهو الموضوع كله عباره عن كاميرتين بس. اوكي، انا قررت ان انا اتكلم في المونتاج لان المشهد ده فيه حوالي 250 حد اشتغلوا عليه غير الكرو اصلا بتاع المسلسل نفسه. كل دي حاجه جت في ايد الكبير احمد حمدي، بتتقال له يا معلم دي امانه كده في ايدك، خد ورينا انت هتعمل ايه. لو مونتاجها وحش عمرك ما هتستمتع بالماده. لو هو مش عارف في المونتاج هو بيقطع امتى يخليك في قلب المعركة، وامتى يوديك لحسن الصباح، وامتى يرجعك تاني، وبيوديك ويرجعك ازاي، يعني ازاي بتروح وتيجي. لو هو مش دارس، مش مايسترو كده قاعد عمال يلعب، يعني انا دلوقتي هروح ودلوقتي هرجع ازاي وهروح ازاي، ولازم ابقى سريع قوي في المونتاج هنا وعامل حاجة عظيمة جدا عشان اعرف اهدى في الحتة اللي جاية. هوظف الموسيقى التصويرية امتى، هتشتغل امتى، وهرجع تاني امتى. لو هو مش مايسترو عارف يلعب بده، عمره ما هيعرف يحقق المعادله دي. توظيف القطات المظبوطه للعساكر وهي بتقع، الضيق في الواسع في الضيق في الواسع الممتع اللي عمال يحصل قدامنا ده، في مجهود جبار في بنايه السيكونس ده. نطلع على نقطه تانية اهم كتير جدا بالنسبه لي من المونتاج صراحه، وهي الفي اف اكس. شركه ترند هي اللي عملت الفي اف اكس بتاع المسلسل، وبصراحه هم تفوقوا على نفسهم جدا. يعني لما تيجي تشوف اصلا المشاهد بتاعه المعركه دي كانت عامله ازاي اصلا بيفور اند افتر. بص يا جماعه، ده بقى ايه، ده عظمه البوست برودكشن بقى. انت ممكن تصور حاجات كميات قليله جدا وتيجي في البوست تخليها حاجه عظيمه. فلما تيجي تبص على كل الصور البيفور وافتر، بص عدد الخيم في الاصل كان عامل ازاي، وبعدين الافتر بتاعه بقى عامل ازاي، تقريبا بقى تريبل. فاصبح ان السين تحس ان هو مليان تفاصيل كتير. لما تيجي للشوت تلاقيه ان هو فاضي بس الكور النار كلها مزروعه. احنا كلنا معترفين ان اللي ادى اصلا الفايت حلاوه هو النار، هي الحلاوه في الموضوع. طبعا يعني انا حابب جدا الفريمات اللي حصلت، الوسايع اللي هي طايره على الدرون من فوق، لان بجد ادت طعم للمعركه. طبعا كميه الفايرز اللي اتحطت كفي اف اكس بقت عامله ازاي، شغل. بصوا مش هكذب عليكم، مش شغل متعب يعني بالنسبه للفي اف اكس. الحرايق يعني لو هقارن شوط المركب بالحريقه، اعتقد ان المركب في الفي اف اكس النار مش مرهقه قد الميه سيميوليشن الميه بيكون حاجه صعبه. مش هكدب عليكم واقول لكم ان الشغل مرهق والشغل متعب، الشغل فني، الشغل حرفي. لان تاتشات الفي اف اكس اللي حصلت في قلب المعركه حسستك بضخامه المعركه، حسستك بتعب المعركه. انت لو كنت شفت الحاجات رو كده زي ما هي موجوده قدامك، يعني ما كنتش هتحس. انما تفاصيل السموك وتفاصيل النار وتفاصيل الدخان وتفاصيل البنايه بتاعت المشاهد هي اللي حسستك الموضوع عامل ازاي. القلعه اللي موجوده كلها كومبوزيتنج. بصراحه شغل في اف اكس يعني ان شاء الله انتوا هتروحوا في حته تانية خالص. تعالوا بقى نتكلم على التمثيل نفسه. بصوا يا جماعه، مشهد زي مشهد المعركه ده انتوا لازم تتاكدوا ان هو ممكن يكون اتعمل له بروفات على مدى شهور. انت مطلوب منك ان انت تدرب ممثلين على الفايت نفسه. شكل الفايت هيكون عامل ازاي. الممثل ده على فكره هو شخص عادي زيه زيك، هو مش متعلم كونغ فو، هو مش بيعرف يعمل ده،
هو بني ادم عادي. فانت مطلوب منك ان انت هتدربه على ده. كمان هتدرب الكاميرا مان ان في الوقت اللي بيحصل فيه الضرب ده هو لازم يكون واقف في الزاويه دي علشان يجيب الضربه او اللويه او التوقيعه على الارض. ثانيا انت محتاج ان انت تعلمه فروسيه، ومحتاج ان انت تعلمه ازاي يقع من على الحصان. زائد ان طبعا في كروز كتيره جدا بتبقى متدربه اصلا ستانت على المعارك اللي بالخيل ده، ولكن عايز تبين بقى الممثل نفسه وهو على الخيل في اللقطه دي، انت محتاج ان انت تقوم بتدريبات كتيره جدا. محتاج تدرب الكرو، بتعمل حاجه اسمها ريهرسل او بروفات مره واثنين وثلاثه وعشرة علشان تتاكد ان انت يوم ما هتبقى في اللوكيشن وبتقول اكشن كل حاجه هتحصل زي ما انت عايز. دي كانت حلقه يمكن مفصله اكتر عن مسلسل الحشاشين، وانا حاسس ان انا هتكلم كمان مره اذا لم يكن مرتين عن مسلسل الحشاشين. انا سعيد بالعمل، وسعيد ان في عمل مصري بيطلع بالحلاوه دي، وحتى وان في بعض الاخطاء انا نفسي انا مسامح في الاخطاء دي عادي على فكره، مش مضايقاني في حاجه. يعني بالنسبه لي ان هو خلى الراي العام كله يدخل ويدور في التاريخ ويعرف القاهره الفاطميه ويدور زمان ويعرف ايه اللي حصل وينخور وحسن الصباح ويتفرجوا على الدحيح اكتر. بالعكس انا شايف ان دي حاجه اصلا انا بفتخر بده، وبحب الاعمال اللي هي بتخليني انخور في التاريخ وادور وافهم واتعلم واخد معلومه جديده. كل دي حاجات عظيمه جدا. انا خلصت الحلقه، يا رب تكون كانت حلقه حلوه. اعمل لايك واعمل سبسكرايب عشان لو في حلقه فجاه نزلت تبقى عارف اللي فيها. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج توتوريال.